بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجل الحلقة الثالث من حلقات أو من سلسلة نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة 28 ربيع الثاني 1435 الهجرة، الموافق 28 فيفري 2014. أكون سميتها مثلا ديال الحلقة ثم زواروث نناد ذا شو السباث ذا شو الأهمية شو القيمة يسعى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من غرات أطاس ثم زواروث أني السين النبي صلى الله عليه وسلم أثني السين معرفتنا للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة كبيرة. كني فغيلا ومذاني ساعة ثموسني يسعى ثموسني السني مذانا أطاس دي الدنيثيس يثوذرثيس، ولكن يلها أكثر ما يسين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تجد تمزورث ندثي السناث النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يترجم الوحي الطاهرة ترجمة عملية أمينة. لكن دنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها متى سقسى هشام بن حكيم استقسات في النبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق ينس إن كان خلقه القرآن، يعني أين كل دي الوحي ذي القرآن الكريم تطبيق ناس لا براتيكي ناس الجانب العملي أثن دي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي صافي مهمة جدا باش هذا نفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أغديفان تمثال الوحي. النقطة الثالثة تسعى على قارثاقي فهم الإسلام، يعني باش يفهم بنادم الإسلام أي مثلا ذيني سهلا، ولكن ما إلا بنادم يروح رثالة غلي عوانصر زديا أدياوي ثموسني الصفان. ربي سبحانه يناد في الإسلام يناد اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن رب سبحانه رضي لنا هذا الإسلام دينا. باش نفهم الإسلام إلى قنغر السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفايدة ثايض باش نفهم القرآن وباش نفهم السنة. القرآن الكريم إلى مقارن علم من علوم القرآن أسباب النزول. كون درسني عدني كرنا ماذي جاكني أسباب النزول، يعني ذا شو ثنت الظروف لي سيركونستانس من المي يدنزل اللاية الفلانية من المي يدنزل. أكيد مثلا الآيات يدنزلن فين يعنان ذو القرنين سعد السباث الفتية تقد يسأل في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يعني أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الأخدود. يعني باش نفهم القرآن إلى قنغر السيرة، خطر السيرة النفذ خليس أسباب النزول. وباش نفهم ذا السنة النبوية سواء كانت قولية أو عملية أو تقريرية أو صفة خلقية أو خلقية إلى قنغر السيرة
لإدراك أسباب الورود، ورود السنة، أي يعني القرآن ديني أسباب النزول من ميد نزلت الآيات إلى آخره، وما إلى ذي الأحاديث ديني أسباب الورود، ما هي الظروف التي ذكرت فيها السنة أو وردت فيها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ند كذلك من غرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نفهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي تغيير المنكر وفي الأمر بالمعروف. يسعى المنهج، يسعى الميثودولوجي، منهجية. أمشي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى قات نعاند خطر يا أخي ربي القرآن يناد في سورة النحل الآية 125 وما أرسلنا يناد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكي لا تيورين زمان دني إلى قبل ما يخدم الدعوة سي الحكمة سوا الزيضان الطريقة يلهان سي الحوار يلهان ديالوج نعم من بعد الميدان خاطر نحوج توجور لا براتيك أكل شيء أخي صغارين في لاكولات في كل مكان غاسدي في لا تيوري مي يحوج لا براتيك غادي يخدم نظريه في الجبر في الهندسه في الكيمياء في الفيزياء عشان يحوج لا براتيك ماشي كان لا تيوري. لذلك كنكون ذي المنهج الدعوي يا جماعه الخير نحوج والله يا نحوج مليح امشي نصيوض دعوة الحق بالحق إلى الخلق. كيف نوصلها إلا بمعرفة المنهج النبوي في الدعوة إلى الله، أمشي الصواب دعوة. كذلك في تغيير المنكر في الأمر بالمعروف أتصفد كل نكونية وكذا الدين سلمن يوم راغد ربي باش أنا مرسل المعروف وأنه في المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلا قنا مرس المعروف وننهو في المنكر هذا الأمر بالمعروف يسهل خاطر السنضة جماعة الخير إلها الخير تلها ثكماس تلها ثيذات إلها المعاونة لا تيوري يعني إلها المنكر أتواليض المنكر مش هتكسر. تغيير المنكر أصعب وأخطر من الأمر بالمعروف بيقين. لذلك ابن القيم رحمه الله، ابن قيم الجوزية، ابن القيم تلميذ ابن تيمية، يمسلا يغيد ذكيون المجال ذي الكتب ينس خاصة في كتاب إعلام الموقعين يفقنا غيد ما هي القواعد للراجل، قواعد تغيير المنكر. برمي القواعد قلنا أن يكون منكرا بلا اجتهاد، منكر يفان الباطل المضرة تفان. برمي الشروط القواعد إناد ألا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر، وإلا قرب ما ذيك المنكر مشطوح المنكر مقران. هذه اللي كفريد يفاد أزرو أن أوبستاكل أزرو أمشطوح أسينا تكسر باش هذا الدين يمذانا أثيكس نتا دير واي الضم قران أكثر، لا ما ينفعش. وبعدين في الأخير كيني خدمة النية صح النية لها، ولكن أيضا ميثودولوجي منهجية ربي في حق النبيين جميعا إنات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا شرعة طريقة مستقيمة مذهب سوي ومنهاجا. معنى الأنبياء والرسل الناس نربي لقد تسعوا المنهج يفكاس نربي المنهج إن جرس دافريد سار السيوضن دعوة نسن. كذلك نفهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام في البناء. ثورة يندينا السنظام شارع نفنو الحيض ذا شو حواجنا نفنو الحيض أكيني حواجة السمان، حواجة الرمل،
حوايج غزال، حوايج غماصوث ولا يفنون ثورة الماتريال يلا كل شيء يلا ميفنو يد الحياض وكيد الحياض ما ضخم الباتيمون باش تفنوض لا تريما الانسان يوعر بناء الانسان اصعب واخطر من بناء العمران. أمشرد فنوض بنادم متوازن فاهم لا تتغلغل إلى قلبه الشكوك ولا إلى عقله الشبهات، ويكون صادما ويكون صامدا أمام الهجمات، مقاوما للزلازل والهزات. خطرت لا زلزلة ماشي زلزال القاع، لا زلزلة يتهزنا مذان ميلو ريفنا راه مليح افو ديوسن اثي ديتروي اثي قلع اثي غضل زلزلة يحركن اتهود. خطر زلزل اللات الشبهات الشهوات الشكوك الى اخره باش بد مديلي اكيليبري متوازن. اما الشبهات الى اخره، اما الهزات والزلازل والمصائب ادغلي كان المصيبه في يوم تصفي تزال يتصوزوا ما شاء الله، ولكن يوث المصيبه هي داوي كاو بقى على خير. لذلك كانوا غالا النبي عليه الصلاه والسلام امشي ديفنا الصحابه ذنسيت ديفنان ذنتسا الوحي يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني الرجال بدءا اما كان تحصن في بيت الارقم ابن ابي الارقم. عندك الشم ديال الغموق انزر مشي ثني فنو شويط ثني توليه ثني خدم التوازن ديال العقيده نسن ديال العباده نسن تعاملهم مع الشريعه في مواجهه الهزات كما قلت والزلازل والمصائب والنوائب الى اخره. سبحان الله. لذلك هذه الطيق اللي تبان ورفيق اما كندينا ربي القران الكريم في حق الصحابه وفي حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. سناتي الى هذه الايات كلها ان شاء الله في المستقبل. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وكذا القران سبحان الله يخدم ربي يستخدم اول زلزلوا ولا شو تساقوا بنادم مزلزله لكن زلزله سفغ العقل انو نتساقوا هذا الزلزله نتساقوا هذه تساقوا بلا استثناء وثاقي جندي من جنود الله يون دا جندي لا مشطوح كابورال ناشف لا مشطوح ربي في القران وما يعلم جنود ربك الا هو. لا دوز المحنه اسمي سيدي فكار ربي سبحانه سنذكر موضعها وشرحها في الوقت المناسب. اشو دينا ربي مستهم البأساء بعد الدوز شويه زياده والضراء وبعدين زلزلوا كمل الآية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حاجة فثي وضصلنا الحديث بعد ربنا ألا إن نصر الله قريب. إذن جماعة الخير سي كذاكي أنا أحفظك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بناء الإنسان أسنشفو مليح بناء الإنسان. أكتفي بهذا التذكير ثورا نشد ديال الموضوع بوسع إن شاء الله. موضوع مهم جدا دائما في المدخل أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقا للرسالة الإسلامية لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي غر ربي سبحانه يختار جزيرة العرب الجزيرة العربية ذينا ينزل الوحي الطاهر في غار حراء إذ نزلت الآيات مزورة اقرأ
باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات مزورة يدين زن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم شهود الزرانت. لماذا؟ أول اتصال بين السماء والأرض بهذا الوحي الطاهر بالقرآن الكريم كان في مكة المكرمة، وبالذات في الغار، في غار حراء. لماذا؟ أولا رب سبحانه يختار المكان الذي يريد، ولا شو سلاسل لا عبدي تصحبير ربي يدبر يوليك تدبير ماشي سين وحدس. ولكن تلقى مباحث علمية مهمة نذكرها، اجتهادات تذكر، يعني فيه قواسم مشتركة بين أهل العلم لن تلقى معتبرة لها وزنها، ولكن أسنر ولا غنغ بلي ربي ذنت الساري اختيارا أكن يبغى ذين يبغى أريضا. ذكرت بعض الأمور، من هذه الأمور أن جزيرة العرب وسعى ديانة واحدة، ما كاينش ديانة واحدة، فيها مجموعة من كوكتيل شغل من الديانات. منها كاين عباد الكواكب، لأنه قاعد يعبدن الكواكب، لأنه قاعد يعبدن النثران، لأنه قاعد يعبدن الملائكة، لأنه قاعد يذبعن بقايا اليهودية، يعني سيدنا موسى عليه السلام في جزيرة العرب، لأنت بعض البقايا تاع النصرانية سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام جميعا. ثلا بعض من العرب يكذب عن يتمسكن يطفن ذي الحنيفية الإبراهيمية، الحنيفية الإبراهيمية السمحة. يعني من هنا نعلم بأن الإسلام امتداد للحنيفية الإبراهيمية السمحة. يعني ذين ديجا العقيدة التوحيد ديجا سيدنا إبراهيم الخليل أكدو قد يسمى فيرس قيمة. بعضهم كانوا متمسكين بهذه الحنيفية الإبراهيمية السمحة. الدليل للقرآن الكريم ربنا مثلا في سورة الحج الآية 78 وهي آخر آية: وما جعل عليكم في الدين من حرج. سبحان الله، فذا كان هذه الآية تؤسس لمبدأ عظيم اسمه التيسير ورفع الحرج. التيسير ورفع الحرج. لذلك الفقهاء من سفر جملة من التخفيفات، إلى ما يقال تخفيفات الإبدال، إلى ما يقال تخفيفات الإسقاط. من تخفيفات الإبدال يونوري الزميرة ديال الظل سيفدي هذه زال سيغيمي صلي قائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجهد صلي قائما، فرض الصلاة قياما للقادر فرض من ناحية الشرعية، فرض سيفدي زال سيفدي زمرض يمو زميضارة سيغيمي يمو زميضارة ولو كان على جنب، على جنب، ولكن على جنب باقي يغلب بعد التفسير ديال السنة يسكن الجنب الأيمن والجنب الأيسر ناكس سفلى يعني فعلوا هكا تفاصيل. لذلك نحتاج باش المخ غادي اللي حاضر نفهم تفاصيل إن شاء الله ندي لنا يوث. طيب تخفيفات ولا شو زميضاري ومان تهلكضنا ولا شمان إلا تيمم تخفيف ضروري السكور لا الإسقاط والزميضارة يتعرقش القبلة تقوم كان تسقط عنك القبلة، تزول تقني الكينوان ديال لافيون تسقط عنك القبلة إلى آخره. اجتهد في تحصيلها، وإذا عجزت ولو طبعا ديال الأرض فالحرج مرفوع. تخفيف الإسقاط. ربي سبحانه يبذل الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج. مباشرة يناد ملة أبيكم إبراهيم
هو سماكم المسلمين من قبل. إذن وغير سمان المسلمين سيدنا إبراهيم الخليل، هو سماكم المسلمين. صافي دين واش تكون إنسان كان مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم. وفي هذا ولكن كمل من بعد ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. خطيرة جدا. معناتها أي نسلمن الرسول صلى الله عليه وسلم ذن سري شهدن فلانا هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. الرسول كيف قال سيرين صلى الله عليه وسلم ذن تادي شهدن فلانا بعدين نادى ربي وتكونوا شهداء على الناس. سؤال أي غير اختار ربي سبحانه أني لي الشهداء يعني الشهود ذي نجام سد التموى في الناس كل الناس. سبحان الله العظيم مكتوس الآية ربي يفذر رفع الحرج ذي الآية من بعد يشداغ إلى ملة أبيكم إبراهيم، أبينا إبراهيم، الحنيفية السمحة الإبراهيمية. شميم ذي الصلوات مرة نزال يا أخي نقارت ذي تحية ثينقورا الجلسة الأخيرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إلى آخره. في الأخير في العالمين إنك حميد مجيد. في ثلاثة هو سماكم مسلمين باش لا ننسى هذا الشرف. من بعد ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الخلاصة تبعوا مليح ثقي الآية في سورة الحج الآية 78 أنسول الآية 143 من سورة البقرة أنسول الآيات 138 139 140 من سورة العمران. أنت نجمع أدن سوفر يون سانتاز ذا شوت قبل دغرغ الآيات أديني غنمشي على ظلمة الأمور باختصار. تزرم يتمثل ربي شقعد يمشقعن الأنبياء والرسل أكن ملان يفكيسند عقيدة التوحيد ربي يونس عشري أكن ملان بند العقيدة ياك. طيب الدليل في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء والرسل أكملا بند عقيدة التوحيد ولكن الأقوى من السن أما قوم نوح إبراهيم يعقوب يوسف يونس لوط هود إلى آخره عليهم الصلاة والسلام جميعا لن وجد يمنا لن وجد كفرا لن وجد ضوعا لن وجد عصان هكا. طيب ربي سبحانه يختار ذا الأمة يقينا إن ذا ربي شرفخكن أي مسلما الخنوي أرد الشهذن يكر في الأنبياء في الأقوام من الأنبياء مزورة هل ترى أمنا كفرا ضوعا غصان. لذلك سيدنا نوح شيخ الأنبياء أمغر الأنبياء حزر شو يخدم هذه يروح هذه الزوط جور وثنت يرجو ألما مقريث أثنت يزم باش هذه يفنوا السفينة يفنوا ذيك شويط شويط اتساسند المشركين سي القوميس تصلصن في اللاس استهزاين سيدنا نوح سقار شو يسلفوا مخلوقين أذ يرجو أذ الزوط جرى وتيرجو أتي مغور أتي يزم ذي اللوح وذي فنو السفينة من ما تفوق السفينة ياكي والظلم عمر الدعوة ينس 950 سنة عمر الدعوة سيدنا نوح
ماشي 9 أيام، ماشي 90 يوم، ماشي 95 يوم، 950 سنة القوم ينس فغنافري في معظمهم. مع ذلك شحال يقومنا؟ أقوى الروايات 80. أقوى الروايات اسمي تشورس فينا نينس يزقارن أكثر قرقازن يقول داخل الحيوانات للذيور وكذا إلى آخره أكثر. بوقات سي الغاشي سي بني آدم. سيدنا نوح قبل هذه يمث لأن سيادرا ولا أنوي الشهوديني باللي فعلا تصوض الدعوة يهدفك ربي وزر ما أفيد يكذب على الآيات يحكي ربي القرآن الكريم على لسان سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أثني تحاواث أثني تحليل في غير العقل يسوس على الخطريس يسوس على الباليس 950 سنة اسمي سنن أنوح ولدي الشهد بلي شي اللي تصوض ذروس يقوم لنيس يسي إناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم يضمع ذهنغ باش هذا نشهد باش هذا نشهد هذا نشهد باللي سيدنا نوح بلغ يصوض الرسالة، سيدنا موسى يصوض، سيدنا عيسى يصوض، سيدنا هود سيدنا صالح أكن ملان صوضن الرسالة يسندي في ربي سبحانه النبوة نسن صوضنت من بعد ماذا الأقوام نسن ضبرني قرا ينسن ويؤمن ويكفر الكثار ذيك السن كفروا ما عدا قوم سيدنا يونس ونتحدث عنه إن شاء الله في اللقاءات القادمة من خلال السيرة النبوية الشريفة. طيب سيدي إذن ولدي الشهد إذن يوم القيامة اسمح لي نفكي يعني مشهد باختصار. يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشرف ربي سبحانه أدشهد يكو في الغشي نزيك يكو في الأقوام السابقة يكو. طيب مثل كيفاش هذا النغ بشهدت أبرا ديال النبي صلى الله عليه وسلم ذنوفا نغثورة الدالة النغ أهل طارا نكوني نحرز الأمانة غدي جا نضيعيت أهل طارا نومن نغور نومينارا أهل طارا نضوع نعصام. هذا تسلم الآية ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس تجي في سورة الحج الآية 78. طيب ولكن دا جماعة الخير ثورا نسيولي الآية ثلوم السلام يوث نسيولي الآية ثم زواروث يدينا ربي في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الفرق هي الآية 143 في الآية 78 الآية 78 زوارت ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الآية من البقرة ثنات لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن بد نجمع الآية تدخل من سانتاز أمشي على الظروف يكون هذا الشهاد في الأقوام الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد في الله. طيب ماذا الآية يقلان في سورة العمران الآيات 138 وبعدها أما كدنا ربي سبحانه عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أنروح لسورة النساء الآية 41 ليش دينا ربي ذكس فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الآية كثيرنا حاجة إضافية معناه أم كل نبي يشهد على أمته يوم القيامة ذمليلا
غادي نطق عيسى اسيني كيني غاوند ربي يون خنوي الميموثغ الموت ملمي بعد مازال يموت اني متوفيك المستقبل ورافعك الي اسمي غاثغ في اللون ابري وغالغد في اخر الزمان بعد يموت الانسان يمث في اخر الزمان إناس تجي غامد العقيدة ربيون كنوي ثرامت ثلاثة الأب الابن روح القدس لو بير لو فيس لو سانت اسبري ويدينا ولا نهي سيدنا عاش في دينار ويا سقارن عيسى ابن الله المسيح ذنيس ربي اليهود سقارن عزير ابن الله عزير ذنيس ربي ويرسن كرفازا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء صدقوا في هذا صح صدقوا في هذا ولكن تروح حسن إذن كل نبي أدي قابل قوم ينس ولكن كل واحد قابل رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نؤمن ونصدق بجميع النبيين والمرسلين الدليل في سورة النساء الآية 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بالمناسبة ذي الآية يدسرون النبي صلى الله عليه وسلم يون واسنا ياس يونس الصحابة اللي هو ابن مسعود في أقوى الروايات إناس اقرأ علي القرآن أغريد القرآن السلام الناس ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل أمشي تغرق القرآن فلاكيد ينزل الصيف لا صدق القرآن زدت النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أسمعه من غيري حمل غسل الغيري رواية إذا لا يقار سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يقار المي بض لا يكون دنيا 41 إذ غنى النبي صلى الله عليه وسلم حسبك أحبس ابن مسعود ولا سوذ من النبي صلى الله عليه وسلم يتسرو يمطاون فغنت سوى الناس يتسرو ذي مسنا حبس الآية آيات عظيمة يمكثد النبي صلى الله عليه وسلم أسني ديال من يوم القيامة أغدي قابل غاضنت صفرحنت وقالت صفرحنت المؤمنين ذي المؤمنين يحرزن لمنا اسم دي جا أذي فرح أما كي شات فرحض ما إلا يسكت الخبار صفرحن يا خاكا أكداول الخبار صفرحن أتروض إمطاوناكي كان قارس تقبالي ثم فرعض أسوث ثاسا أم ثقناوث ما فرعض أدفك الهواء يا خاكا ثاسا ما فرعض أدفك مطاون كي قارس تقبالي ثم فرعض أتسوث المعنى ما فرعض أتسوث أما كني زمر أتحرك ثاسا سويني الصفراحا أتروي مطاون الفرح أما كني زمر أتروي مطاون الحزن أكد ياسين الخضار تسروض النبي صلى الله عليه وسلم هذا كيف غندي مطاون الفرح مطاون الحزن مطاون الفرح مشتد وقاد المؤمنين يدفعنا فريدي سوا دغا يفرح يسن دغا يتسرو سي الفرح مكتاد ينسل من يعصان بيرديناك ضاعا ويسويسيدي انغيمانيس ويكشم دكير فريد ونغنت الشبهات كل يوم ندايلا هذه تسرو في اللاسن إذا ما كنسيناو مذياز يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان يعني سثيت وغني مطول ذي العادة أثروا ذي الفرح أثروا إلى الحزن ذينا يسينا حسبك مدغر الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثقي في سورة الحج إذن
ينادى ربي في سورة العمران آية 95: قل صدق الله، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قل صدق الله مباشرة، فاتبعوا أمر ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الخليل ربي رفع قدره ورفع ذكره، وقالك دي حج نديون غداو العمره ان شاء الله ربي يسهل الجميع. من الميت خضمض 7 أشواط في الكعبة الشريفة، هادو غاد شوية غير دفير هذا في مقام إبراهيم أتزلض ركعتين: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أتزلض ركعتين خلف مقام إبراهيم تخليدا لهذا النبي العظيم صاحب الحنيفية السمحة إبراهيم الخليل، الذي بنى مع ابنه إسماعيل، أقام قواعد أو بنى الكعبة على قواعدها، يعاود بناء الكعبة، وقصة بناء الكعبة سيأتي بيانها في الوقت المناسب. إذن يا جماعة الخير، ثاقيوك الشروح يوم السلام في النقطة الأولى يمدنا جزيرة العرب قلت ديك بعض الحنيفية السمحة بالمناسبة، ولكن معروف جزيرة العرب بالوثنية. أعبذ الزرا، أعبذ الزرا حول الكعبة شحال قزران قلان أثنى عبذ المشركين. سيدو ساتا مسالتا التاريخي العرب في أصلهم ثلاث توحيد طاس تاريخيا، والعرب هم أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، توارثوا هذه العقيدة وهذا الدين جيل عن جيل، توحيد الله وعبادة الله وتعظيم البيت الحرام وخدمة البيت الحرام إلى آخره، والحجاج يتحجون الرين وكذا. ولكن إليون ذيريث اسمس عمرو بن لحي، عمرو بالواو، عمرو بن لحي، مخلوقاكي هو سي القبيل من قال خزاعة. يونواس يروح سي مكة غير الشام، يبود يوث البدعة. أما كتفضي ولي تعيش ديال الجزائر يروح الكندا نغ لوروب غادي يوث البدعة تاجدت دوبل في كون يكون السينما والو غير وياك الدعوة نغاك وكي ضحايا الاستلاب. يروح يبضر الشام يفاثرين عبد النصرى، وجد أصناما تعبد من دون الله. غير يسنا شو سنوي زراياكي ناس هذه أصنام نعبدها، دي الزراعة نعبد. إناس نستمطرها فتمطرنا، نستنصرها فتنصرنا. إناس نكون إنسان يزراياكي قرفان اثنين زدتنا ما نفغى الهوى أسنيني في كثاغد الهوى غاد غلي الهوى ما نفغى النصر إلا وقت عدن فلان غناشو نحواج النصر الحماية أنذعو يزراياكي غنصر نوفرات يعجبس الحال ومخلوقاكي يبويد حاجة تجريط يبويد سي ديريكت إناس فكتي ديهم بزرو أثاوي غير مكة يبويد أزرو ممزوارو يعبذن المشركين يديوسن المكة اسميس هبل أبرس دويا الراويس بالراويس الهموميس قوبل اللات والعزى كش من داكم بعد يعجبس الحال فافلاسن وثي خمس وصغار وثي خمس وزرو وثي خمس ستمر ميقلوزاتيش كل يوم مكي يعني تقعد نغال ورس ان شاء الله درس ديالنا. المهم انوي ذا مزوال اول من ادخل الشرك الى جزيرة العرب الى مكة بالذات هو عمرو بن لحي اسيدي وسي الشام. انوي ظلم مزوال اسمه هبل. طيب إذن يا جماعة الخير صافي نفهم باللي ثلا الوثنية صافي في جزيرة العرب لا تبع عباد الملائكة، عباد الكواكب والنجوم، وعباد يسميس المقاذف على اليهودية القليل، النصرانية القليل، بعض القليل أيضا قلة متمسكين بالحنيفية الإبراهيمية السمحة.
ومعظمهم مشركون، معظمهم وكذاكين الشرك عباد الأوثان والأصنام. صافي تجد السبة ثم زواروث يميك اختار ربي سبحانه جزيرة العرب باش أدي نزل الوحي دينا. السبة السناث جزيرة العرب كانت أرضا حرة بلا سلطان يحكمها، حاجة مليحة. والسعر السلطان أتي يحكم ياكو. أما كان مثل إمبراطورية الروم ساعة مذبران، ساعة مذبران مقران، إمبراطورية فارس ذاك ثمورثية لما طول هذه الأمور التاريخية. المهم هناك إمبراطوريات عظيمة قوية ومدنيات وحضارات قائمة قوي، ولكن جزيرة العرب أرض حرة صافية سلجيها يعني ولاش وتحكمن. حتى مظاهر المدنية ما كانش، المظاهر نتاع الحضارات ما كانش. شعب يتعيش بطريقته، شعب يسيطر على النظام القبلي العشائري إلى آخره، الرعي الغنم وكذا، والعدوان يرسن القوي الضعيف يتشى ضعيف وكذا، الشعراء منتديات الأدب والشعر وكذا إلى آخره أكيعش. وطبعا اللي يقرأ الأدب الجاهلي يفهم هذا الموضوع بالتفصيل، هذه النقطة بالتفصيل. نقطة ثلاثة، السبة ثلاثة داشوت سيادة النظام القبلي في جزيرة العرب. العشيرة تسعى وزن كبير، سبحان الله. العشيرة يمكن قار وكان كان ثمورث المكان أثرم يخيذر من لا أتفض ضايلو كانوا كان راه الجماعة ثم كي تخدمنا وكاسم زوارو خدمت الطريقة ذي ذرمان فنوي تسعى ذر منون أكيد شقعان ذي الطامن أكيد قارن يا ذي الطامن أذر منون أكيد شقعان ذي الطامن ذي الطامن ذي الطامن ذي الطمان ميسي الجهة نظام تجهد يا جماعة الخير على بالك إيه اسمها ذيك الشورى ذيك كل شيء داخليس ذيك النظام ذيك الميزان دوني كل شيء داخل سيدا الفوضى ماشي الانارشي نعيشو الا اخويا ذرو ميك البركه الروح مي دفونت لي ديسيزيون نكون الطامله تساوي يذرو ميس اسمينو غنفدلاك انا واصل القراوه الا قان سيفيليزي والحوايج راه ذرو والحوايج غنقرا نقول دي ثواغيث خاطر كنت كان موسيقى نكون حوايج راه الانظمه والحوايج راه الانظمه العرفيه يجات الزمان ديمودي داين كنا قاطوا السيفيليزي السيفيزم انا اللي قلني هادو والله كان داك شوط متجدد لا نطمان إلو مقار الوكيل مثلا عمي الحاج شد الوكيل مع المسؤول الماليه دراهم الغرامات اللي كنت تساوين وكذا الى اخره الاشتراكات تسقف الميفرزانه مان الى اخره ثالا نسيت شو قلاني الى اخره الوكيل إلو مقارن الامام اي غير الامام في جماعه القبائل زيك يتعسى اين يعني انت شرعيت شو لان اهور الشريعه شو دنا يولي زنزت افريكان يوايض يكرد كما سيدي الشافع مشكله ام كتفروا اروح الامام ادي يفتو يا كاين يضرون يسعى ذي الدولي تنسنو كورني ساعه ثلاث شرعيت شرعيت ذنساث يكتوليهم امذانا من خلال ممثل ينسلي هو الامام كي اسمه الامام سيسم شوف له كيلو مقارن لامين يا اخي كي قارن ذاك يتوالي غميم لامين انت دار ثاني مزاتي ديجا لامين ديجا ميم اسم اختارنا شكيف ماشي بريزيدون ثوري يقال بريزيدون كوميتي دو فيلاج زيك اسم لامين انت دار لامين شبي ربي لامين كي خير يعني يريد ولا البريزيدون يلها معليش ماشي مشكله ولكن غاديين غير يسمون مزيه لامين امين النبي صلى الله عليه وسلم في ابو عبيده امين هذه الامه امين ميدفرنت ديال القرارات الديسيزيون الطمان كل يوم سافروا ميس غتقرز الحاله داير من دعوه الخير اكيد ساكن دعوه الخير مغار نزيك اسيني اكون جعل ربي ذا ذروم يسرويه ونغروم يفعل في الله والهموم
إني ثمي دعاء مغارن فلاحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ذرهم. شوف النظام القبلي، نظام العشيرة، كلما كان قويا متماسكا كلما كان مستعدا لبسط الحماية والعون والنصرة والولاية. النبي صلى الله عليه وسلم يسعى أذرم يسميس بنو هاشم. إذا ورثي السمين ديجا مما من بعد ما نغر ديو الموقف عظيم. أنا في أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الصحابة شحال يقلان وكذا بارمي ذينا لا المشرك اسميس العباس ذي الوقت اللي مشرك ميسا في الركزة يقول يهضر ديك الله ضورس نتسلم تعجبوا سيديونا ماكي ماشي ذي نسلم يفكيس ربي ونسوافي ونعقل وثنتلو كزاد العجب اي هضرين سلمان اسني هكا في حق النبي صلى الله عليه وسلم مزمير مرق لغذا سير ركزة. لا استبق الاحداث انا وضر ورس بعد. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يسعى القبيلين غادروا ميس بنو هاشم. وهذا النظام بنو هاشم ورفي غير النظام القبلي العشائري السائد وقتها. نحكوا في التاريخ ديال الوقت هكا ساعه اذرو مني اثي حرز هذه ديفاندي فلاس هذه حارف فلاس ثلاث سباتي صار معاه ذا شوت تميز مكة المكرمة بكثرة الوافدين عليها من أجل زيارة البيت العتيق وتساسد من كل مكان سي الشام سي فارس من كل مكان تساسد مكة المكرمة باش تخدم من الزيارة البيت العتيق بين قوسين دغا تساقي السبا يقسي وين أبراهة الأشرم نحكو في الصدر ديه دون أي غير باش يخدم بلون باش يهود الكعبة إناس مشى كتروحنا كر مكة صافي ميم تجارة الحوت يلاقي خدمة سنيون بمكان ذي صنعاء ذي اليمن إناس إلا قد تحجوا مردينا ماشي غير مكة شمنت من بعد اعتبارات اقتصادية سياسية ثقافية شمنت سنشرحها بعدين في الدرس القادم إن شاء الله. إناس ديسيدي يروح هذه يهود الكعبة هذه يهود الكعبة. لذلك يا جماعة الخير مكة المكرمة إذن تميزت بكثرة الوافدين عليها وكي يسهل انتقال الرسالة يسهل انتقال الرسالة. هاي غير تسد الوافدين سواطاس ميدي وين مفهم من الرسالة أتسيوضن تجارني الوافدين زيارة إلى آخره. لذلك يختار ربي سبحانه عز وجل. ومكة المكرمة ماشي كان البيت العتيق سال البيت العتيق ذاك الساعة يقارن منتديات الشعر والأدب أنعميه أنا وجه هضر تعرف ثمثني ولاش ذي حداد البوال ماشي استقبيلي استعرف حداد البوال هكا لطفي. لذلك ربي سبحانه حينما تحداهم سقار باللي أول صيغة القرآن ما قاس قال القرآن كي ماشي صح ماشي تسيدت ربي تحداني سوي تزيغ 10 صور مفتريات ما كتقارن أو تزايد صورة أخبار ربي سبحانه يتحداهم جميعا نثني عمالقة البلاغة فرسان البيان الشعراء ولا شو يخدم الشعر مثني سن تعرف العجب سنذكر هذا في المواضيع في اللقاءات المناسبة. هذه نسينا ربي سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن ثقي من الأسباب سبب أن قالوا مس 5 قوة اللغة العربية. هذه اللغة العربية انتشرت في جزيرة العرب وهي لغة واحدة ولكن 9 لهجات ولكن في كذني فصيحة ممكن اصطلاح نقولوا هي لغات فصيحة. اللسان واحد اللسان اللغات
الفصيحة موجودة. لذلك أنا قادرون بعد كيف نزل القرآن الكريم ب7 أحرف صافي ثلا لسان واحد اسم العربية. أما كذا القرآن الكريم بلسان عربي مبين، أكيد يهضر به في القرآن العظيم. الموضوع سيأتي وقته إن شاء الله تعالى. إذن الدول الأخرى أو الأقطار الأخرى صح لغات متعددة، مثل الهند كذا لغة، مثل فارس، مثل الروم إلى آخره، ولكن دي جزيرة العرب كانت لغة واحدة اختارها رب العزة جل جلاله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. هذه أهم الأسباب يفيك اختار ربي سبحانه جزيرة العرب باش ينزل الوحي الطاهر غفول النبي صلى الله عليه وسلم. دقر حسن مباشرة الدرس دون إن شاء الله تعالى أد نهضر عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، الرضاعين، سوق التفاصيل مهمة جدا سنذكرها في الدرس القادم. جاء مثلويث أرثي من البيث، والسلام عليكم ورحمة الله.